فوز المغرب أمام مالي وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة. بصراحة منتخب المغرب منتخب عالمي. علي بن شيخ، ما هو رأيك في هؤلاء اللاعبين المغاربة وفي المنتخب المغربي؟ أنا نقول لكم عندكم ديكالتي وأنا عارف واش راني نقول. دراري كاين اليوم لازم نسلموا بالأمر الواقع ونقولوا لا غالب، هذا واش حلبت، هذا واش عندنا. لازم نقبلوا الأمر الواقع ونصبروا ونروحوا نخدموا، ولا لازم نتيريو لي لوسون دروس. يا ان فيديراسيون كي طرافاي، يا ان فيديراسيون اللي ترقد ما تخدمش. بوتات هما يخدموا يقولوا نخدموا، ما شفنا والو على كل حال. ويا رايحه قال لك في الشعبي يقول لك اللي يخدم ينال، فهمت؟ احنا ما راناش نخدموا، ما راناش ننالوا، بوتاتر من القدام. انا ليا لازم يكون تغيير جذري، هكذا يقولوا جذري، نعم، تغيير راديكال. لوم كيل فو لا بلاص كيل فو، ماشي يتحط واحد اكس باسكو هذاك اللي يتحط للتماتيك باسكو يسار اكس ويسار ايكغيك ولا لا. يفو ماتر لي كومبيتونس لي زوم، كومبيتونس اي اوم، باسكو لوم كي تجي تقول له اسمع دير هادي ولا دير هادي، يقول لك ستوب حبس، انت زاليش في خدمتي، انا حاسبني فان سيزون ولا سور لو بلون تكنيك. لازم لك لي جوار كيل فو بور سو جور دو شوز. وحده ثانيا كي تلعب مع ادفيرسير كرون دو تاي، هل رايح تدار تلعب معاه لي بال في السماء؟ هل رايح انت تاع لي طاكل؟ تا سور لو بلون اورغانيزاسيون انت تعيه باستحواذ الكره، هكذا استحواذ، نعم، بوسيسيون دو بال، بوسيسيون دو بال تاعك. هو يبدا يجري، لازم استحواذ الكره، تلعب بالون دي سوليسيون مع الكونتاكت براتيكمون. نقولوا ما تنجمش تيفيتيه، براتيكمون تحاول تيفيتي ماكسيموم دو كونتاكت. جيب انت من المغرب وجيب انت من تونس ومن الجزائر وشوف الفوارق، خاطر مستحيل يبدا عندك استادات ويبدا عندك معناها البنيه التحتيه ومنفستي في الرياضه وما عندكش ملاعبين معناها ممتازين برشا. مستحيل. احنا هاك تشوف فينا بتيرا معناها بحفره بحجرنا بكل شيء، بلاد كامله فيها شطر تيران ولا ب 12 مليون معناها، وقاعدين نخرجوا ندزوا في رواحنا. خاطر الناس تحب، خاطر علاش؟ خاطر الشعب يحب الرياضه، لكن اللي يحكموا فينا ما يحبوش الرياضه، ما يحبوش ينفستيو في الرياضه، ما همش يخزروا للرياضه. هاك شفت انت بلاد كامله واقفه على كاس العالم، وبلاد كامله توقف على كوب دافريك. معناها لازم السلطات ولازم الناس بصراحه تحسن شوي الوضع وتحسن شوي التيرانات وتحسن ما تنفستي في الرياضه. خاطر الرياضه صدقني الملك نتاع المغرب يعرف شنو يعمل، العالم كله ينفستي في الرياضه. كان احنا تونس هنا قاعدين نتفرجوا الناس تنظم، واحنا يا خويا قاعدين نتفرجوا عليهم. في المسابقات الافريقيه موجود، يلعب ديما على التيتر. في المسابقات العربيه موجود، باش ينجموا يهزوه للدوزيام تور والتور اللي بعده وينجم يراهن على القاب افريقيه ويوصل على مستوى عالمي متميز. عندهم الامكانيات الكبيره اكثر من اللي عندنا احنا. اما ناس حتى كل شيء في كره القدم. الناس عرفت اللي اكبر سفير ممكن لاي بلد في العالم هي كره القدم. ناس عرفت اللي يراو استراتيجية كرة القدم بلا يتوصلها لبعيد برشا، خير من الببليسيتي والوزراء والسفراء واللي تحب انت اللي تبعثهم ما يعطيوكش 10% من الاسم اللي تربحوا بلادك بكرة القدم. دونك صراحة الخدمة تجيب، والمدير الفني الاسبوع الفارض شنو يقول لك برش تدريها وسكروه. لا مجال للمقارنة. ناس تحب تنجح، ناس تخدم على رواحها. انا ما عنديش حتى 1% امل. مش توا عاد، لا توا لا 10 لا 20 سنه على 10 سنين وهما بيناتنا ان شاء الله ربي يحيينا ونتقابلوا 20 سنه خير باش نلقاو روحنا فرد نقطه. بيموند احنا في هذوما في الاصناف الشابه راه عشنا على عدد اخفاقات كبيره. ما عملنا كوب بيموند احنا وصلنا دوزيام تور. الدكتور هذه هزت يا حاتم توا دكتور قال كلمه باهيه كما قلنا من راهو مش حكايه برشا مويا، يلزم ايمان بالفكره. راهو احنا على الاقل نتكلم على تونس اخر اهتماماتهم هي الرياضه. برا شوف انت البيدجي المتوفر للرياضه تعرف اسكو ثماش يريتش فكر انت فكر هك حتى راك متعدي هكا اللي باش يبنيوا ملاعب ولا باش يعملوا باش يحضروا، اسكو موجوده الفكره؟ ما هيش موجوده جمله. تي فيك ايكيبات سينيور ما عندهمش وين يلعبوا على حجر ويلعبوا على الواحد. دكتور راه ماهيش في الاهتمامات بكل.
راهو هذايا. سامحني جوست نقص عليك بربي نتفاعل معاك. اما كي ترى المغرب كيفاش اون سي بو دو طون راهو الاكاديميه نتاع محمد السادس اللي تحكي عليها والجمعيات هذوما ساتيليت نسميهم وفرت لهم الدوره، وفرت لهم. اما كي ترى كيفاش اختصروا المسافات بوسيبل، اما الدوله مش تخمم في الموضوع هذا. اي دونك يفو ان بو دو مويان، يفو بوكو دو سوبستانس غريز، ولازم العباد تقف، ولازم لا معناها على 10 سنين النجم ومش على عامين. يعني قلت لك على 5 سنين النجم، مش على البريود. كان الفكره موجوده ونقول لك ممكن، اما الفكره ماهيش راهي مطروحه بكل دكتور. مش مطروحه بوكو دو جون تري تالونتو. ما نحكيش انا راني ديما نحكي لك، ما نحكيلكش على جو، ما نحكيلكش راهو على الماتير بريمير، ما نحكيلكش راهو على الامكانيات، نحكي لك على الانفراستركتور. الانفراستركتور ماهيش موجوده وماناش نخموا حتى باش نصلحوها. قلت لك الراجل قال لك الحاجه الوحيده اللي عندنا برشا دريه صغيره، قال لك سكر جماعتي اللي فاتوا. تيش تحكي لي دكتور؟ انا الاكاديميه تنتي ليكيبات الكبار اللي نورمالمون عندهم لي موان اكثر من الاخرين، راهو يتريناو 3 كاتيجوري و4 كاتيجوري، راهو في نفس التيران. والحاله نتاع لي سونتر يا ودي تحكي لي دكتور، ما عندهمش حتى وين يرقدوا شنو ياكلوا في الصباح. يقوموا الصباح ولاد صغار راهو يسكنوا راهو في لي سونتر، ما يلقاوش. شفتوا فطور الصباح يمشي للعطار يلوش في باكو بسكوي باش ياكل، ساعات ما يخلطش عليه. باش دكتور باش تكون دكتور، باش تكون دكتور. اجي اقول لك كان جات الفكره موجوده، كان جات الفكره موجوده، ونقول لك ماهيش صعيبه النجم، خاطر عندنا ديما تخلق تونس جولات. اما الفكره ماهيش مطروحه بكل باش نكون. محمد السادس 2008 2009 8 بريسك 16 سنه 15 سنه. شوف شنو خرج خدمه، ما خدمتش خدمه على المدى البعيد. انا مش على انترناسيونال، هي حاجه وغزر الملاعب اللي عندهم النوادي، الملاعب اللي عندهم لي سونتر دو فورماسيون. حسام تصور انت لي سونتر دو فورماسيون اللي عندنا الكل في تونس هذوما، اذا تلاقوا بهم وامنوا بهم، لانه الاراده هي اهم حاجه. شوف انت توا من لي زاني 90 عندنا دي سونتر. اليوم سونتر يحلك انت في 2009 في 16 سنه يوصل يخرج اون ايكيب المغرب. راهو صعيب، راهو واحد ديما تحط له مثلا فرنسا والمغرب ما تكون راهو فرنسا ولا اسبانيا ولا حاجه، وتيتولير نحكي لك منطقيا يختار خويا منتخب كبير، باب للاحتراف صحيح فاسيل يختصر المسافات. لكن الناس اللي كيفاش شهدت الساحة الرياضية المغاربية جدلا واسعا بعد الأداء العالمي للذي قدمها المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة أمام مالي، وهو انتصار لمرور الكرام على الإعلام الجزائري الذي يوجد نفسه أمام صدمة واعتراف صارخ بأن المغرب وصل إلى مستوى احترافي في التكوين والبنية التحتية والاستثمار الرياضي. تصريحات علي بن شيخ ومحللين آخرين أكدت أن الفارق الحقيقي بين المنتخبات ليس في اللاعبين فقط، بل في العقلية والتكوين والاستثمار طويل المدى الذي بدأ منذ تأسيس أكاديمية محمد السادس سنة 2009، والتي أصبحت اليوم نموذجا يحذى به في إفريقيا والعالم العربي. أغلب التحليلات الجزائرية والتونسية أجمعت على أن المغرب اختصر سنوات طويلة بفضل استراتيجية واضحة، بنية تحتية متطورة، دعم الدولة، وتخطيط يمتد لأجيال، في وقت ما زالت دول أخرى تعاني من غياب الملاعب، ضعف مراكز التكوين، وسوء التسيير الرياضي. وبينما يعمل المغرب على صناعة أجيال تنافس على الألقاب العالمية، ما تزال بلدان أخرى تدور في حلقة مفرغة بسبب غياب رؤية واضحة وإهمال الرياضة. هذا التأهل لم يكن مجرد انتصار في مباراة، بل كان دليلا على أن الاستثمار في كرة القدم يمكن أن يكون أكبر سفير لأي دولة، وأن العمل الجدي هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج عالمية. في رأيك، هل ستنجح باقي الدول المغاربية في إعادة النظر في منظومتها الرياضية لمواكبة هذا التطور المغربي السريع؟